وانت ماشي في الطريق او انت قاعد في شغلك او حتى في مدرستك او في اي مكان ما، ممكن فجأة تلاقي واحد قصادك اغمى عليه. ايه اللي انت المفروض تعمله في الحالة دي؟ ايه الاسعافات الاولية المفروض تقدمها لزميلك اللي اغمى عليه ده اللي انا هقوله لكم في الفيديو ده. اتأكد انك تشوف الفيديو للاخر وما تنساش تعمل شير لاصحابك عشان كلهم يستفادوا. قبل ما اقول لك ايه هي الاسعافات الاوليه المفروض تقدمها لو لقيت واحد قدامك اغمى عليه، تعالى اقول لك ايه هو الاغماء او هي الآلية دي. الآلية دي آلية ربانيه، ربنا خلقها عشان نحافظ على الانسان على قيد الحياه لما يتعرض لبعض الحاجات. زي ايه؟ زي انخفاض ضغط الدم، زي انخفاض السكر بتاع الدم، خاصه لو هو مريض سكر، وممكن يكون يا اما خد جرعه عاليه من الدواء بتاعه، يا اما خد الاكل بتاعه بصوره مش مظبوطه مش متناسبه مع الدواء، او ممكن تكون انيميا، خاصة مع البنات بتشوف الحالة دي كتير قوي، او في درجات الحرارة العالية لو عملت مجهود ممكن تلاقي برضو شخص قدامك اغمى عليه من المجهود في درجات الحرارة العالية. واخيرا ممكن واحد يغمى عليه نفسيا دي يعني يتعرض لصدمة ما او خوف من حاجة معينة او زعل من حاجة معينة فتلاقيه وقع من طوله. يجي بقى للمهم، ايه هي الاسعافات الاوليه المفروض اعملها لو لقيت حد قصادي اغمى عليه؟ اول حاجه تعملها لو انت مش عارف تتعامل ازاي، لو سمحت ابعد خالص عن المشهد وسيب اللي بيعرف يتعامل لوحده. كتر العدد وكتر الهجوم على واحد مغمى عليه ده كده احنا بنقلل الاكسجين حواليه، وده كده انت هتضره بدل ما هتساعده. طيب لو انا شخص عارف الاسعافات الاوليه المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه انيم الشخص ده على ظهره ويكون جسمه مفروض تماما. تاني حاجه احاول انادي عليه واستثير الجهاز العصبي بتاعه، انادي عليه اقول له اسمك ايه واشوف هل هيرد عليا ولا لا. في حاله ان هو مردش احاول اسبب له نوع من انواع الالم، زي مثلا امسك الودن من هنا واقرص عليها جامد بايديا، او امسك صباع وبرضو اقرص عليه جامد بايدي، بس مش لدرجه ان انا اكسره، يعني اقرص عليه جامد علشان احاول افوقه. غالبا هو هيفوق على طول اول ما انت تقلمه. طيب فلنفرض ان هو ما فاقش، هنعمل ايه؟ ساعتها هنعمل تشيك بقى على النبض وعلى النفس. هبص على النفس بتاعه واشوف هل هو بيعرف يتنفس ولا لا. احط ودني جنب بقه واشوف هل في هواء خارج وطالع ولا لا. بطنه بتطلع فوق وبتنزل، معنى كده ان هو بيعرف يتنفس ولا مش عارف. واعدل وضعية راسه، امسك ايد هنا وايد هنا عند دقنه، ارفع دقنه لفوق وارجع راسه لورا عشان افتح مجرى التنفس بتاعه. نشوف كمان النبض، بنمسك 3 صوابع من ايدينا ونشوف النبض من هنا حوالين الرقبة، حوالين تفاحة ادم اللي هنا، ونشوف هل في نبض ولا لا، ونبتدي نعد 1001 1002 1003 وهكذا، نشوف في نبض شغال ولا لا. لو في نفس ساعتها نحاول نرفع رجله 30 سنتي عن ارتفاع باقي جسمه اللي على الارض. الطريقة دي هتزود وصول الدم للقلب وللمخ، فبالتالي هيفوق اسرع بكتير قوي قوي. طيب في حالة ان انا عملت كل ده ولسه ما فاقش، هتصل برقم الاسعاف، وعلى ما الاسعاف تيجي احاول اعدل وضعيته. لو انا بعرف اعمل CPR اعمل CPR، ما بعرفش اعمل CPR عدل وضعيته على وضعية الافاقة. ايه هي وضعية الافاقة دي؟ وضعية الافاقة بدل ما هو نايم على ظهره، لا انت هتحاول تقلبه على جنبه بس بطريقة معينة. الايدين اللي جنبك تفردها مستقيمة، والرجلين اللي جنب جسمك انت هتخليها مستقيمة. طب ايديه هو اللي ابعد عن جسمك تخليها بشكل عمودي متنية، ورجليه برضو اللي ابعد عن جسمك برضو تخليها متنية. وبعد كده تاخد ايديه اللي بشكل عمودي دي وتحطها على راسه كده وتخليه ينام على ايده وتقلبه على الجنب ده، ورجليه تخلي الركب بتاعتها بعد ما انت تنتها تخلي ركبه تسند على الارض، وبالتالي هو دلوقتي هيكون مرتكز على كوع ايده وكوع رجله وهينام على ظهره. وفي الحالة دي ما تنساش انك تفتح تاني مجرى التنفس بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، ايد هنا وايد هنا، ايد ترفع من هنا وايد ترفع من هنا، وتتأكد ان النفس شغال ومفيش اي حاجة عالقة في البق مخلية ان النفس مش شغال كويس، لحد ما الاسعاف تيجي وتتصرف هي. في النهاية اتمنى تكونوا استفدتم بالفيديو،
واحب اقول لكم ان احنا هنعمل سلسله جديده من سلسله الاسعافات الاوليه في مختلف الحاجات اللي ممكن نتعرض ليها. قبل كده عملنا اسعافات اوليه في حاله الحروق بكل درجاتها، النهارده عملنا الاسعافات الاوليه في حاله الاغماء. تابعوا معانا الفيديوهات الجايه علشان تشوفوا باقي الاسعافات الاوليه تجاه اي حاجه من الطوارئ اللي ممكن تقابلنا سواء في بيتنا او بره، ممكن ننقذ بيها حياه بني ادم. كانت معكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خيري.